وهنا الفراولة كانت اتصفت تماما. وجبت العلبة دي، العلبة دي يا بنات مش علبة البيض، يعني انا كنت جايباها وحطيت فيها القوالب بتاعة البيض دي وجيت احط البيض، للأسف ما قفلتش يعني. فدي علبة مش للبيض ابدا. قلت بقى استخدمها في حاجات تانية، هي المفروض ان هي للخضار، فقلت بقى استخدمها في الخضار، في الفاكهة، لو قطعت خضرة، جرجير، اي حاجة هتنفع معايا يعني، وهستخدمها بالشكل ده. حسيت ان فيها الفراولة شكلها حلو كده ونظيفة، وشكلها في التلاجة منسق، يعني الفراولة مغسولة وابتديت ارصها بالشكل ده. باخد الفراولة اللي انا حاسة ان هي مش هتعيش معايا في التلاجة واحطها في اكياس واحطها في الفريزر. جايبة 2 كيلو بالخمسين، هخلي يعني كيلو الا ربع بره التلاجة، وكيلو وربع او نص كيلو وكيلو ونص، حاجة زي كده يعني. بما يعادل كده ان الكيس هيبقى فيه نص كيلو فراولة او ازيد شوية. قفلت الاكياس كويس جدا، ما شاء الله عملت معايا كيسين حلوين. وكمان عندي فراولة برضو في التلاجة للولاد علشان ياكلوها. الفراولة دلوقتي حلوة قوي وطعمها مسكر قوي. استغلي الموسم. ولو حسيتي كمان ان انت تقدري تجيبيها بسعر ارخص من كده او تجيبي كمية اكبر، تقدري تعمليها كمان مربى، بتبقى حلوة قوي في المربى. وان شاء الله بقى في الايام اللي جاية برضو هنعمل منها مربى ان شاء الله. دي كان شكلها. خلصت كل الكمية، اللهم لك الحمد. هحط الكيسين الفراولة في الفريزر، وهحط الفراولة بتاعتنا اللي في العلبة دي هحطها في التلاجة. وبكده اكون فرزت كيسين من الفراولة في بداية الموسم. وكل عام وانتم بخير. يعني التفريزات بتسهل علينا وبتوفر. يعني ب25 جنيه عملت كيسين حلوين من الفراولة ينفعوني في رمضان. لو حبيت اجيب عصير في رمضان هيبقى سعره عالي، لكن عندي في الفريزر بأقل تكلفة. طلعت الكيك بتاعنا من الفرن وسبته يبرد تماما. وبعد ما برد هوريكم شكله ان شاء الله. طري كده وهش وخفيف ومن غير بيض خالص. وصفة حلوة وان شاء الله تعجبكم، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان هي تعجبكم باذن الله. ولو عجبتكم وصفاتنا وافكارنا ما تنسوش تكتبوا لنا تعليق حلو منكم وتقولوا لنا ان انتوا جربتوا ايه من وصفاتنا وعجبتكم. بصوا يا بنات الكيك شكله حلو قوي. ينفع لللانش بوكس في المدرسة، ينفع للفطار، ينفع للعشاء، خفيف وهش جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه واتمنى انه يعجبكم باذن الله. ولو وصلتوا معايا لحد هنا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. بصراحة مش ده السمك اللي انا كنت عاملاه. الفيديو ما قدرتش اصور بصراحة الولاد اللي عملوا الاكل، بس حبيت اختم معاكم الفيديو كده بوصفة مشابهة. ده كان غدانا. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. وبكده يومنا النهارده يكون خلص. اتمنى ان افكارنا ووصفاتنا تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم.